فليتفضل الأستاذ عبد الله البلوشي لإلقاء كلمته. وقلت اليوم لازم أحضر مع حزب تقدم ونشوف الأفكار الجميلة. السيد وسعادة محمد الحلبوسي لما فاز في رئاسة النواب، الله يشهد، يعني احنا في عمان لما سمعنا عنه فرحنا. ليش فرحنا؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. شكرا. استغفارك الشيء الوحيد الصحيح. رجاء الأخوة بالدول العربية، كل من يزبق بأرضه احترموا الحدود. مناقصين زبابيك، راحت عليكم يا زبابيك السلطة. جابوا لكم زبوق عربي وما عنده شعب يحسب حسابه. غريب عليكم. ما يهمه لأن مو عراقي فيزبق زايد. زبوق فاتح وواضح ولازم لك الطبلة. إذا الزبوق يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب الدخل. نجي للجد. أكو فيديو كلش طش بأيام تشرين. أنزع سترتي وأقعد يم أهلي بالبيت إذا ما رجعت لكم حقكم وحق ولدكم. وصدق نزع سترته وقعدت بالبيت، مو بكيفه، بالقدر وبخت الناس المظلومة. بعد جاي تلمع بشنو وتقول لي فرحنا بسلطنة عمان؟ كلنا فرحنا. يعني أنتوا فرحتوا من الملك للشعب؟ فرحتوا على خذلان العراقيين؟ فرحتوا على عدم إنصاف العراقيين؟ فرحتوا على شخص ما عجبهم شركاء طلعوه ومن رضوا عليه رجعوه؟ فرحتوا للحلبوسي؟ يا حلبوسي منهم اللي يتهموه شركاء بالتبعية للخليج؟ لو الحلبوسي اللي يتهموه ويا إسرائيل مطبع؟ لو الحلبوسي اللي صار ويا إيران؟ بيا حلبوسي فرحتوا. وبالأخير يا صوت العرب، يا أخوتنا وشركائنا بالدم والأرض، احترموا العراقيين كشعب. حتى الزباقة استوردناها وزبوق على زبوق ما يرلش. ازبقي يا بلاد العرب كوني مثلهم.